إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 22 من يناير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون الجزء الأول من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من الموضوع في حلقة البرنامج القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. السلطات الأذرية تجري مباحثات مع إريتريا عبر موسكو وأنقرة للإفراج عن سفنها الثلاثة المحتجزة في إريتريا. وجنوب السودان يعلن مقتل 16 سودانيا في أعمال الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي في جوبا ومناطق أخرى. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قال وزير الخارجية الأذري زيون بيراموف إن بلاده تجري محادثات مع إريتريا عبر موسكو وأنقرة للإفراج عن سفنها الثلاثة المحتجزة في إريتريا منذ أكثر من شهرين. وأكد الوزير في تصريحات للصحفيين في 20 من يناير الجاري أن الحكومة الأذرية تجري مباحثات مع إريتريا من خلال سفارتيها في أنقرة وموسكو. وقالت الوزارة إن السفن التجارية الأذرية التي كانت متجهة إلى أبو ظبي تم احتجازها في 7 نوفمبر 2024 بعد رسوها في المياه الإريترية بسبب الأحوال الجوية والأمواج في البحر الأحمر. وأجبر طاقم السفن على دخول المياه الإريترية دون إذن بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج العالية في البحر الأحمر. وذكرت وسائل إعلام محلية في أذربيجان أن المواطنين الأذريين 18 الذين تم اعتقالهم مع السفن تمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف وهم في حالة جيدة. هذا ولم تصدر الحكومة الإريترية حتى الآن أي بيان أو معلومات حول الاستيلاء على السفن. كما لم تذكر الحكومتان الأذرية والإريترية شيئا عن السفن أو البضائع التي كانت تحملها. قالت الشرطة في جنوب السودان الاثنين إن 16 مواطنا سودانيا قتلوا في أعمال الشغب الأسبوع الماضي بسبب مزاعم عن مقتل أشخاص من جنوب السودان في ولاية الجزيرة السودانية. وكانت أعمال الشغب قد اندلعت في جوبا عاصمة جنوب السودان وأماكن أخرى في البلاد يومي الخميس والجمعة، حيث أبدى المتظاهرون غضبهم إزاء ما يعتقدون أنه ضلوع الجيش السوداني والجماعات المتحالفة معه في عمليات القتل في الجزيرة. وندد الجيش السوداني بما أسماه الانتهاكات الفردية في الجزيرة بعد أن اتهمته جماعات حقوق الإنسان بالاشتراك مع حلفائه في شن هجمات على أساس عرقي على مدنيين اتهموا بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني. وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، قالت الشرطة الوطنية في جنوب السودان في بيان لها إن عمليات قتل المواطنين السودانيين 16 وقعت في 4 ولايات. وأضاف البيان إن الشرطة ستواصل دورياتها في الأسواق والمناطق السكنية لحماية المواطنين السودانيين. وكانت حكومة جنوب السودان قد فرضت الجمعة الماضية حظرا للتجوال ليلا لا يزال ساريا حتى الآن. من جهته قال جيش جنوب السودان في بيان منفصل إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 24 مشتبها به، وسيتم توجيه الاتهامات بمجرد الانتهاء من التحقيقات. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات،
كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي الجزء الأول من مقال إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية للدكتور الخير عمر أحمد سليمان، الباحث المتخصص في الشؤون السياسية في واشنطن، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه اليوم لموضوع لعبة التوازنات الدولية في القارة الإفريقية. فالقارة الإفريقية بالرغم مما تشهده من حالة عدم الاستقرار والحروب المستمرة هنا وهناك والنزاعات الإثنية والعرقية والسياسية وأحيانا الطائفية، بالإضافة إلى الأوضاع المضطربة التي أدت إلى تخلفها عن عجلة التنمية والتطور وتوفير سبل العيش الكريم لإنسانها، إلا أنها أصبحت محط أنظار الدول العظمى، وأصبحت ساحة مهمة للتنافس بين تلك الدول وسعيها لبسط نفوذها والتموضع فيها بما يحقق رغباتها في الظفر بما يمكن من خيراتها وثرواتها التي لم يستطع إنسانها الاستفادة منها بسبب استبداد أنظمتها الحاكمة وفسادها من ناحية، وفرض الوصاية عليها من قبل المستعمر وتكبيلها بالقيود التي تحرمها من استغلال مواردها بالشكل المطلوب من ناحية ثانية. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نستعرض لكم فيما يلي الجزء الأول من مقال بعنوان إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية للدكتور الخير عمر أحمد سليمان، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية في واشنطن، والذي نشره موقع الجزيرة نت في 22 من ديسمبر الماضي. نتابع. يقول الدكتور الخير في مستهل المقال: لقد أعاد التنافس والصراع الدولي حول المصالح بين القوى العظمى والكبرى الذي تشهده القارة الإفريقية، والذي تجدد مع بداية هذا القرن، شيئا من البريق المفقود لهذه القارة التي عانت وما زالت تعاني من حالات الاحتراب الداخلي والتشظي المجتمعي وانسداد الأفق السياسي المفضي لعقد اجتماعي يعمل على بلورة مشروع وطني يتجاوز بدول القارة مربع الفشل التنموي والتخلف الاقتصادي إلى نوع من الاستقرار والازدهار مقارنة مع أقاليم وقارات أخرى في العالم. ولقد لعبت عدة عوامل دورا في تسليط الضوء مجددا على إفريقيا في إطار معادلة البحث عن القوة وتعزيز النفوذ بين المتنافسين الإقليميين والدوليين. ومن هذه العوامل قضايا النمو السكاني ووفرة الموارد الطبيعية التي تشمل 30% من احتياطات العالم من المعادن، و12% من احتياطاته من النفط، و8% من الغاز الطبيعي، و95% من الأراضي الصالحة للزراعة، بجانب كون إفريقيا موطنا ل40% من احتياطات الذهب في العالم التي جعلت من القارة محورا مهما للاقتصاد العالمي، خاصة في مجال الصناعات الاستراتيجية عالية التقنية مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات والصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء. وعلى الرغم من هذه الموارد فإن دول القارة كما أسلفنا لم تتجاوز مربع الفشل التنموي والتخلف الاقتصادي، وهذا يطرح مجموعة من الأسئلة التي يسعى هذا المقال للإجابة عنها، والتي من بينها: أولا، ما هي جذور وخلفية التنافس الدولي على إفريقيا؟ ثانيا، ما أبعد التنافس الدولي على القارة الإفريقية؟ ثالثا، ما هي تداعيات ذلك التنافس على الدول الإفريقية؟ رابعا، ما طبيعة العلاقة بين التحديات الداخلية للقارة مثل الصراع السياسي وتحديات الحكم التي تعيق تقدمها وتعزز نفوذ الأطراف الخارجية؟ خامسا، ثم ما مستقبل النفوذ الخارجي على إفريقيا، ولمصلحة أي الأطراف ستحسم معركة التنافس حول المصالح والنفوذ؟ ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الأول من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو.
وفي مستهل الإجابة عن التساؤلات السابقة، يتناول الكاتب أولا مؤتمر برلين الذي عقد في نهاية القرن 19 فيقول: عقد مؤتمر برلين في الفترة ما بين 15 من نوفمبر 1884 إلى 26 من فبراير عام 1885، وقد عرف عند بعض المؤرخين بالمؤتمر الذي وضع أسس الصراع في إفريقيا، إذ قاد إلى رسم خريطة سياسية مشوهة تجاهلت الحدود الثقافية والعرقية للشعوب، مما أسفر عن عواقب وخيمة لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. فقد تم تقسيم الشعوب المتجانسة ثقافيا وعرقيا إلى كيانات متفرقة، ومن أمثلة ذلك شعب التوغو الذي قسم بين دول مختلفة، مما أدى إلى تشتيت هويتهم وزرع بذور الصراع، بجانب إشعال النزاعات الحدودية، حيث أصبحت الحدود المرسومة وقودا للصراعات والنزاعات بين الدول الإفريقية. ويتجلى هذا الأمر في الخلاف الحدودي بين الصومال وأثيوبيا حول إقليم أوغادين، والمشكلة الحدودية بين تشاد والسودان حول قبائل الوداي، والنزاع الموريتاني السنغالي حول قضية قبائل التكرور، ومشكلة قبائل الباكونغو المقسمة بين الكونغو برازيفيل والكونغو كينشاسا، ومشكلة قبائل الهوسا بين النيجر ونيجيريا، ومشكلة دينكانجوك بين السودان وجنوب السودان، الأمر الذي خلف إرثا ثقيلا في التفتت والنزاع في القارة الإفريقية. وقد قاد هذا الواقع الصراع الذي وضعت لبناته الدول الكبرى عبر بوابة مؤتمر برلين إلى فتح الباب لمزيد من التنافس بينها حول إفريقيا ومواردها، بصورة أضرت بمستقبل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلها. والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا تتمثل في أن الاستعمار لم يكن يحتل أكثر من 10% من المساحة الكلية لإفريقيا قبل مؤتمر برلين، ولكن بعد المؤتمر لم يتبقى من الأراضي الإفريقية خارج سيطرة المستعمر إلا 8% فقط. وليس بالضرورة أن ينظر لخريطة إفريقيا السياسية اليوم بكل تمزقاتها كنتيجة لمؤتمر برلين فقط، وإنما يجب النظر أيضا إلى نتائج الحرب العالمية الثانية التي أسهمت في بلورة هذه الخريطة بنسبة مقدرة. غير أن المؤتمر المشار إليه يعد واحدا من أهم الأدوات التي استخدمت لتفتيت القارة وتقاسم النفوذ فيها بين القوى الدولية، وبالتالي لا يمكن قراءة واقع التنافس الدولي على القارة الإفريقية اليوم بمعزل عن استصحاب الانعكاسات الجيوستراتيجية الناجمة عن نتائج مؤتمر برلين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الأول من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ثانيا، أطراف التنافس وأبعاده. تتعدد الأطراف المتنافسة دوليا على قارة إفريقيا بتعدد المصالح وتباين زوايا النظر لها، ولكن رغم كثرة المتنافسين سنركز على 4 قوى رئيسية تشمل الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. فالصين سعت إلى تعزيز وجودها في إفريقيا منذ فترة مبكرة، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، بدءا من تأمين المواد الخام وتصدير السلع المصنعة، وصولا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي. وقد اشتملت استراتيجيتها في البداية على التركيز على استيراد المواد الخام وتصدير السلع المصنعة، مصحوبا ذلك بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعد جزءا رئيسيا من استراتيجيتها المعروفة بالحزام والطريق. وترتكز هذه الاستراتيجية على ربط مناطق الإنتاج داخل الصين مع مناطق الاستهلاك خارجها. وتعد إفريقيا أهم الجوائز الكبرى في سباق التنافس الدولي حول المصالح وتعزيز النفوذ، ورغم وجود بعض المخاوف من قبل الأفارقة فيما يتعلق بأمرين: الأول منهما يتعلق بمخاطر الوقوع فيما يسمى بفخ الديون الذي تنصبه بكين لدول القارة في مقابل تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي، والأمر الثاني يرتبط بجلب الصين لعمالتها المحلية والتي تضعف حظوظ السكان المحليين في الحصول على الوظائف في ظل انتشار العمالة الصينية الماهرة والرخيصة في نفس الوقت. في المقابل فإن الولايات المتحدة تنظر لإفريقيا كموقع استراتيجي حاكم
يساعدها على تعزيز سيطرتها ونفوذها العالميين، وذلك بالنظر إلى الموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به القارة، فهي تقع بالقرب من أهم 4 نقاط عبور بحرية من أصل 8 في العالم، وهي قناة السويس، ومضيق باب المندب، ورأس الرجاء الصالح، ومضيق جبل طارق، ومضيق ملقا، ومضيق هرمز، ومضيق البوسفور التركي، وقناة بنما، الأمر الذي جعلها محط اهتمام القوى الدولية الساعية للسيطرة على التجارة وتعزيز النفوذ العسكري. ويتجلى ذلك من خلال تواجد القواعد العسكرية الأمريكية بالقرب من المضائق البحرية وطرق الملاحة الاستراتيجية، وقد منحها ذلك الوضع تفوقا استراتيجيا من الناحية الأمنية والعسكرية. ومن المنظور التحليلي فإن إفريقيا بالنسبة لأمريكا تعد ملفا أمنيا بامتياز رغم وجود بعض المصالح الاقتصادية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في كل إفريقيا في عام 2020 ما قيمته 33 مليار دولار فاصل 3 مقابل 3 مليارات و175 مليون دولار تمثل حجم تجارة الصين مع 10 شركاء تجاريين فقط في إفريقيا عام 2021. وبالتالي فإن قصور المقاربة الأمريكية أسهم ضمن عوامل أخرى في تراجع نفوذها لمصلحة شركاء آخرين، وبات قصور نظرتها في إطار تعاطيها مع القارة الإفريقية أحد أهم المحددات التي ربما قادت لمستقبل تؤول فيه السيطرة لأطراف دولية أخرى تعتمد مقاربة سياسية واقتصادية وعسكرية أكثر شمولا وعمقا. وفي ذات الإطار المتصل بلعبة التوازنات الدولية هنالك روسيا وفرنسا اللتان تتنافسان على إحدى أهم المناطق في القارة الإفريقية والمتمثلة في دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وتعد هذه المنطقة من المنظور التاريخي إحدى دوائر النفوذ الفرنسي التقليدي، وتمثل آخر القلاع المتبقية لباريس في إطار معركة التنافس الدولي حول المصالح. والملاحظة المهمة في هذا الصدد هي أن هذا النفوذ بدأ في التراجع والتآكل بشكل متسارع لمصلحة موسكو التي نجحت في توطيد علاقتها مع دول المنطقة التي باتت الغلبة فيها لأنظمة عسكرية ذات طابع تحرري ومعاد للغرب بشكل عام، والنفوذ الفرنسي بشكل خاص. وعملت روسيا على استثمار هذا الشعور المعادي للوجود الفرنسي في المنطقة، وساعدها على ذلك الشعور المتعاظم لدى سكان الإقليم بأن باريس تمثل مشروعا للعبودية والجشع الاستعماري الذي يهتم بمصالحه دون مراعاة لمطلوبات التنمية التي تقتضي نوعا من الشراكة العادلة بين هذه الدول وفرنسا. ونجحت موسكو في استمالة شريحة مقدرة من قيادات هذه الدول مستثمرة العداء الشعبي المتنامي ضد فرنسا. والأمر الآخر الذي دفع روسيا لتوطيد علاقاتها بدول القارة هو تداعيات حربها مع أوكرانيا، والتي دفعتها للبحث عن موارد وشراكات بديلة لتعويض خسائرها الناتجة عن الحرب. وبالتالي يمكن قراءة مشروعها للبحث والتنقيب عن الذهب واليورانيوم في دول مثل السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا وموزمبيق وتنزانيا والنيجر والكثير من دول الساحل في هذا السياق التعويضي. ويظهر جليا أن روسيا ومن خلال دعمها كثيرا من الأنظمة العسكرية في دول الساحل نجحت بشكل كبير ليس في محاصرة النفوذ الفرنسي فحسب، بل في إخراج الولايات المتحدة من بعض المناطق الحرجة التي تزخر بالمعادن الاستراتيجية في منطقة الساحل. ويمكن قراءة قرار إخراج قواتها من النيجر وإنهاء تعاونها العسكري مع تشاد في هذا السياق، ويمثل فقدان قاعدة أجازيز الأمريكية والتي تبعد عن العاصمة النيجيرية نيامي حوالي 920 كيلومترا خسارة استراتيجية كبرى، وذلك بالنظر إلى أن بناءها كلف 110 ملايين دولار، ويضاف إلى ذلك خسارة مئات الملايين من الدولارات التي كانت واشنطن قد استثمرتها في تدريب جيش النيجر منذ بدء عملياتها هناك في العام 2013. ويمكن قراءة الفيتو الذي استخدمته موسكو لصالح الخرطوم في نوفمبر الماضي داخل مجلس الأمن في سياق مساعي موسكو لكسب مزيد من النقاط في إفريقيا في إطار تنافسها مع غرمائها الغربيين. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقال في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي.
في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. السلطات الأذرية تجري مباحثات مع إريتريا عبر موسكو وأنقرة للإفراج عن سفنها الثلاثة المحتجزة في إريتريا. وجنوب السودان يعلن مقتل 16 سودانيا في أعمال الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي في جوبا ومناطق أخرى. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.